الهضره ديال التكميم ما كيخليكش تصومي، الناس ديال التكميم ما كيصوموش. انا اختي كنصوم نهاري نورمال جدا. وقفت على هادشي كامل اللي شفتو، تخيل الطبله كامله صوبتها انا. وجدت كلشي انا وصايمه الله يخليك. وعادي الناس اللي ما كيصوموش دايرين تكميم اقسم بالله كيديروا السبه، حيت اللهم لك الحمد عادي كتعيش حياتك نورمال. الفرق فين كيكون هو في وقيته الفطور، ملي فعاود ما تكوني كتاكلي داك الكونتيتي اللي كنتي كتاكلي شحال هادي. دابا لا، كتكوني مرتاحه كتاكلي غير شويه وكتشبعي، كتبقاي الليله كامله وانتي كتفطري، زعما عندك الحق تاكلي ديك الليل كامل وانتي كتاكلي شويه بشويه. غتصوبي واحد الوجبه ولا واحد الشهيوه غتبقاي تاكلي فيها شويه بشويه. انا هادشي اللي كيوقع ليا دابا. ما قدرتش نصوم، عرفت شو كنبقى النهار كامل وانا كنترعد، صافي كنحس براسي كنغيب، عرفتي كنحس بدماغي كيترفع. والسبب في هادشي نتوما عارفينو هي عمليه التكميم. والله ما عرفتش باش تنصحوني ولا شنو غتقولوا لي، ولكن الناس اللي قراب ليا شافوا هاد يومين كيفاش دازت عندي. عرفتي صافي كنولي كحله، وجهي كيتقج ليا، كنولي هادو دايرين بحال هكا بحال شي واحد كيموت، وكنبرد ديال بصح. تقولي سيري للطبيب سيري هادي، عرفتي عييت من الطب. نفس الهضره كيقولوا لي ما تصومي.